اللي فات ده حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. ليه؟ دلوقتي انت عملت كل اللي فات ده، فدي اساسيات. ما ينفعش توصل لليفل 2 قبل ما تخلص ليفل 1. طب دلوقتي الحمد لله خلصنا ليفل 1 وعملنا كل اللي فات بالشكل المظبوط، فنبدأ في الإعلانات. الكونتنت أول حاجة بتقابل العميل. أنا دلوقتي لو ماسك موبايلي بعمل سكرول، أول حاجة قابلتني إيه؟ صورة، قريت الكلام اللي فوق، فيديو. دي أول حاجة قابلتني. هل شدتني؟ والله لو شدتني ممكن أبدأ أكمل. طب لو ما شدتنيش، السلام عليكم اللي بعده. فاهم الفكرة؟ الفرق بين واحد إعلاناته بتحقق له مبيعات وفرق بين واحد إعلاناته محدش بيعدي عليها. ليه؟ لأن لو دي ما اتعملتش صح فكل اللي عملناه في ليفل 1 مش هيتشاف، ومعنى انه مش هيتشاف ولا كأننا عملنا حاجة. فهنتكلم دلوقتي عن 3 نقط تجيب من الآخر. أول حاجة وهي الهوك. الهوك عندنا دي أول حاجة العميل بيشوفها، يعتبر أول 3 ثواني ده في الفيديو. ولو صورة فدي حاجة تبص في الصورة في حاجة غريبة، في حاجة لفتت انتباهي. ودايما تفضل ان هي توضح المشكلة، مش مجرد حاجة لفت انتباهي وخلاص، عشان نوصل للفئة اللي احنا عايزين نوصل لها واللي عندها المشكلة اللي المنتج بتاعنا بيحلها. وده هينقلنا للنقطة التانية وهي تبين الحل. لازم تعرف العميل ان انت تقول له ايه، خلي بالك الحل عندنا، يعني انا الحل بتاعك ده مش هيكون موجود غير عندنا. مثال، بقول لك تشتري ساعة اكس، لا طب بتنسى ترد على مكالماتك. طب لو قلت لك ان انا معايا حل ليك يخليك ترد على مكالماتك من غير ما تطلع موبايلك من جيبك، شاري؟ دلوقتي مع ساعة اكس هتقدر تعمل كده وعليها خصم 50% دلوقتي. بس شفت الفرق بين الاتنين؟ حتى لو ما اشتراش في المرة التانية فبالتأكيد عرف المشكلة، فلما اجيله بإعلان تاني بطريقة تانية بس فيها مجهود أكتر، في الحالة دي إيه؟ شكرا. وطريقة الإعلانات دايما ليها 3 طرق تلعب بيهم. أول حاجة العاطفة، تاني حاجة التعليمي، والثالثة والأخيرا وهي العرضي، هي العروض. يعني العاطفي اللي هي تلعب على نقطة الراحة، الأمان، السعادة. دي النقط العاطفة، بحيث إن أنت تلعب على المشاعر دي. لو المنتج بتاعه ممكن لما يشتريه هيقدم له راحة، هيقدم له سعادة، فأنت دي اللي تلعب عليها. تعليمي اللي هو لازم تبين للعميل إن المنتج ده هو اللي هيحل مشكلتك، لازم تعرفه ازاي هيحلها والطريقة وليه دي انسب طريقة وليه من عندك. كل الحاجات دي لازم توضحها، لان ده اللي هيخلينا ننقل على النقطة التالتة والطريقة التالتة وهي العرضي. في النقطة دي بالذات ندي مثال فيها ان دلوقتي خصم 50% لأول 50 طلب، ولو هو أول مرة يشوف الإعلانات فما يعرفش كم واحد طلب. بس لو لعبنا على كل النقط اللي فاتت دي فده حافز قوي جدا انه يكمل ويدخل على الويب سايت، وبالتالي هيكون الاكشن بتاعه اسهل بكتير من قبل كده. نيجي بقى دلوقتي لنقط لازم نتجنبها ونعمل حسابها واحنا داخلين عليها. اول حاجة، ما تستعملش كلام كتير من غير ما توضح الفايدة. يعني ما تفضلش تتكلم عن وصف المنتج، وهذا المنتج يسوي مش عارف 1 2 3، والعميل ما شافش الفايدة. هو مش فارق معاه كل الكلام ده، هو مش هيقرأ كل الكلام ده إلا لو قصة، ومش أي قصة، لازم تكون قصة شيقة. وإحنا مش هنعمل كده في الأول. إحنا عايزين في الأول نبين كل اللي قلنا عليه ونظهر له الفايدة الحقيقية، مش كلام وخلاص. النقطة دي بقى أنت لو ما تجنبتهاش ملهاش لازمة تبدأ. يعني ملهاش لازمة تبدأ أصلا في أي مجال ليه علاقة بالإعلانات، يعني هتستخدم فيه الإعلانات، وهي الكواليتي، جودة الصور وجودة الفيديوهات. لأن في الوقت الحالي بيعتمد بشكل كبير. لو الجودة العميل شايف إن هي ضعيفة فبالتالي أنت ما شدتش انتباهه، هو ما يعرفش لسه أي حاجة، هو بيعدي. سواء مثلا في إعلانات ريلز على الفيسبوك، سناب شات، تيك توك، هو بيعدي. فلو لقى الكواليتي مش قوية فبالتأكيد هيعديه، وطبعا يبقى كده كل اللي عملناه راح بسبب حاجة زي دي. فطبعا اهتم بيها رقم 1. وفي النهاية لو انت عايز اعلان قوي اتأكد انك تمشي على كل الخطوات دي وتعملها بعناية وما تكروتش. لا تكروت، ما تعملش
لا، اشتغل عليها بضمير، اسعى في كل حتة، اهتم بيها عشان تطلع اعلان قوي مع الخطوات اللي فاتت اللي عملناها، بحيث ان كل حاجة تكون متكاملة. وما تجيش تقول لي انا ما بجيبش اوردرات ليه او ما بيجيليش مبيعات ليه. هل انت عملت اي نقطة من اللي قلناها دي؟ بالظبط كده، ده اللي بتكلم فيه. ولسه اللي جاي اكتر بكتير. كل ده احنا لسه في التامنة، احنا لسه عندنا قصة حزينة يعني. ربنا يعيننا ونكمل يعني. وفي النهاية لو عندك اي استفسار سيبه في كومنت. تقدر تتواصل معايا على الانستجرام، لينك في الديسكريبشن. طبعا keep reading.